وأول ما دخلنا بيتنا لقيته بيقول لي أنا عائزه أتكلم معك كلمتين الأول قبل ما نبدأ بقي حياتنا. قلت له قول؟ قال لي بصراحة إن أنا يعني طلباتي كتير شويه، يعني أنا واحد كده بحب الموضوع ده كتير وبطريقه حلوه قوي هتعجبك وعائزك يعني دائما تبقي جاهزه لي، يعني ما ينفعش أجي أقول لك يلا تقولي لي لا أو مش هينفع أو في ظروف أو أيا كان لازم طول الوقت تبقي جاهزة ده، وما كنتش عارفه يعني أقوله إيه. قلت له حاضر وخلاص، والموضوع كانت قفل ويعني دخلنا بيتنا وقضينا ليل. دخلتنا وبصراحه في الأول تعبت شو مش هنكر، لكن قلت لنفسي يمكن علشان دي أول ليله، لكن ثاني يوم وقبل ما أقول لكم إيه اللي حصل في ثاني يوم واللي أنتم هتستغربوا له قوي. وثاني يوم طبعا هو كان وأخذ أجازه الجواز وكان قاعد في البيت أسبوعين، وأول ما صحي من النوم وصحاني كانت فأكره أن هو عايز يفطر لكن طالع عايز حاجة فنيه. قلت له كده الصبح؟ قال لي لا مش أنا قلت لك امبارح على اللي فيها ولا إيه؟ قلت له طيب بس نفطر الأول. قال الفطار بعدين وبعد الفطار نعمل ثاني وثالث ورابع وإحنا ورانا إيه يعني. وفعلا عملوا لي هو عايزه ويدوب خلص وجمت حضارة الفطار واخد الدوس بسرعة ولقيته داخل لي الحمام وعامل الموضوع نفسه ثاني. وبعد ما خرجنا فطرنا يدوب بعد الفطار لقيته بيقول لي إيه مسهنح؟ قلت له يا حبيبي أن تؤمر عايز فاكهة ولا عايز حلويات؟ قال لي أنا عائك أن. قلت له يعني إيه؟ وراح من غير ما يتكلم أخذني من إيديا ودخلنا الأوضة وفضلنا على الحال ده يجي أسبوع بحاله وبقي الموضوع ده بيحصل صبح وليل وظهر وعصر وفي كل الأوقات. أنا كانت زهقت وتعبت قوي وما كانتش عارفة أعمل إيه. رحت وتكلمت مع ماما، ما هي أقرب واحده لوا. ماما ست جميله قوي لكنها مطلقه من زمان وحتى ما نعرفش حاجه عن بابا. قعدت معها وتكلمت وحكيت لها على اللي بيحص بيني وبينه. قالت لي أنت يا بنته أن تعبيته ولا إيه؟ قلت لها ليها بس يا ماما، هو لي أنا بحكيها ولك ده حد في الدنيا يقدر يتحمله. قالت لي طبعا كتير يا بختك. قلت لها يا بختي. قالت لي أيوه يا بنت ديه أنت كدها يعني يبقى مش ناقصك حاجه أنت بس عبيته ومش عارفه مصلحتك ولا مستقبلك فين. قلت لها بس أنا يا ماما تعبت أنا مسبلحك حتى أتنفس وبعدين يعني هي أجازه الجواز دي هتخلص أمتي. قالت لي يا أختي أدعي أن هي ما تخلص. قلت لها ما تخلص؟ قالت لي أيوه. قلت لها طيب وبعدين بقي أنا يا ماما مش عارفة يتعاملوا كده. قالت لي طيب أقول لك إيه سيبهم لي وأنا هتكلم معاه. قلت لها يا ريت يا ماما أنا ما بقتش عايزها الموضوع ده كده يعني يحصل مرة واحدة في اليوم كفاية قوي. قالت لي يا بنت ده أنتو لسه رئيس جداد مرة واحدة دي ما تنفعش خالص. قلت لها طيب وأهيه العمل بقي دلوقتي؟ قالت لي سيبي لي وانا هتكلم معاه أن بس روحي دلوقتي وانا هتصل فيه ويجي لي وهشرح لو. قلت لها لا يا ماما أنت لازم تيجي معاي البيت وتتكلموا في الموضوع ده قدامي أو حتى يا ستي أبقى أنا أخرج اعمل أي حاجة بره المهم وأن أنتم تتكلموا هناك عندي. قالت لي حاضر ما أشوف أخرتها معاكي بس واحده غيرك. كانت تفرح مش تزعل. قلت لها إيه افرح؟ لا أنا يا ستي زعلونه أتكلمي معاها بقي زي ما بقول. وفعلا قمت لبست هدامي ورحت معها وأول ما جوزها جه قعدت وقلت لها هي تطلع بره وقعدت وأتكلم معاه. قلت له بس يا أخوي أنا بنتي يعني عائلة ومش فاهمه لسهم يعني الجواز بالنسبة لها حاجة جديده فأنا بشويش وكده وواحده وسايسها. قالي أنا مسفاهم حاجة يا حماتي ما تفهميني عال طول. قلت له بصراحة هي بتتعب من الموضوع ده مع أنها خايبة في واحده يبقى معها كنز زي ده وتعمل كده. قال لي يعني أنا شايفه أن أنا كنز؟ قلت له ولي تقول غير كده تبقى عبيته بس هي بقي هي اللي مش عارفه قيمتك. وبعديها بشوي ناديت على بنتي وقلت لها أنا فهمته واننا هنزل بقي بيتي عشين لازم أروح لكنه قال لي لا أنت لازم تباتي معانا لنها أدهم. قلت له ما أقدرش. قال لي ما تقدريش ليه وأنت وراكي إيه في البيت المهم أن هو ماسك وفاضل ما تب في الموضوع. وأننا فعلا قعدت واليوم ده كنا سهرانين من كلنا بنتفرج على فيلم في التلفزيون
وأنا قاعده وهو قاعد يعني جنب بنتي، لكن أنا من ناحيته هو وفجاه لقيت يعني حاجة بتحصل غريبه من ورايا كده، وعرفت أنه هو لكن ما قدرتش أتكلم، ما عارفش ليه ما كنت سأعرفه أتكلم يمكن عشين. أنا كانت فرحة أنه بوجوس بنتي أن هو كده وأنه راجل يعني أيوه أمال إيه. وأنا بصراحة فضلت قاعده، وبعد شويه بنتي راحت في النوم وأنا أخذت بالي فقلت له يا خبر دي البنت نامت خدها بقي وادخل نم، وأنا بحب إسهر جالي وأنا زيك بالضبط، أنا صاحي تدخل تنام جوه وأنا نقعد نكمل الفيلم. قلت له لا خس أنت ارتاح برده، قال لي أنا ما وريش حاجة بكر وهقوم براحتي فعادي هسهر معاكي. قلت له طيب لي أنا التشف المهم أن هو قام صحي بنتي ودخلها أوضتها لحد ما اتكت أن هي نامت، وبعدين خرج قعد يكمل معين الفيلم، وبعد ما خلص الفيلم قال أنا مش عارف البنات اللي مش عارفه مصلحتها دي، تعرفي الستات يعني اللي في سنك كده هم اللي بيبقوا فرهمين وعارفين قيميه الراجل كويس وانت الجواز. أنا ما كنت كبيره قوي، كان عمري 45 سنه. قلت له طبعا أمال إيه أنا عارفه قيمتكم كويس، إنما هي بقي حاجة جديده عليها بكره تتعود كالي للي زيدي عمرها ما هتتعود أبدا. بقول لك إيه ما تيجي يعني نقعد في ألده جوه نتفرج يعني على تلفزيون اللي جوه فيؤوده الأطفال ويعني تريحي جسمك شويه أحسن ما أن تقاعده أهو. هنا في الأول رفضت لكن مع إصرار وافقت، وفعلا دخلنا جوه ولقيته بيقفل الباب. لما سألته ليه بتقفل الباب قال لي يعني عشين الصوت وأن تعارفه بنتك نومها خفيف. قلت له أيوه صح، وفعلا ولع التلفزيون وابتدينا نتفرج، لكن بعد شويه كل شويه كان بيقرب شويه ولحد ما بقرش ما فيش مسافة خالص بيني وبينه. ولقيته وقتها قال لي كل اللي في قلبه بمنتهى الصراحة، قال لي بصراحة أنا لو كانت أعرف أنه بنتك كده ما كنت اتجوزتها وكانت أتقدمت لك أنت. قلت له أنا قال لي أيوه أنت مش شايفه أن تعرفه أميت الموضوع أزئي. وقلت له وبعدين بقي أنا مسقد اللي أنا بتعمله ده، أنا بقي لي محرومه أكت من 5 سنه. قال لي ما عشين كده أنا جيها أعودك عن أي حاجة في الدنيا. ولقيته ابتدى يعمل كل الحاجات اللي أنا كانت بتمناها، والليلة دي خرج من ألده عندي وش الصبح، وبعد ما كانت اليوم ده بس اللي حبيت فيه قعدت عند بنتي يجي أسبوعين كل ليله وهي، فأكره أن هو بيتكسف يعمل الموضوع ده عشين أنا قاعدة، وكل ما أجي مشيه تتحيل عليا وتقول لي لا يا ماما عشان خائتري ده أنا قعدت كدي شايله عنيا كتير وبتخليه ما بيطلبش مني حاجة ده بيدخل يخليني أنام، وبعدين هو ينام جنبي وهي مش عارفه حاجة، وفضلنا على الموضوع ده كتير تقريبا 6 شهور، وأنا بصراحة خلاص ما بقش قادره استغنى عنه. أنا تعلقت به وحبيته لدرجة أنه أما بيدخل جوه ألده عند بنتي ما هي برده حتى لو مش بتحب الموضوع عليها حقوق كانت بغير وبتضيق وتخانق معاه كمان، وأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه ولا حتى أتصرف أزئي. علشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي وياريت تفيدوني وتقولوا لي اعمل إيه وأتصرف أزئي، وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأجراها كويس بس.